حقق المنتخب المغربي أول انتصار للعرب في كأس أفريقيا كوت ديفوار 2023 بعد فوزه العريض على نظيره التنزاني ب3 أهداف دون رد. فوز منتخب أسود الأطلس جاء في مستهل مشاركته ضمن المجموعة السادسة. الوصول كان يعني عند المغاربة في الكوت ديفوار شيئا واحدا، هو تفقد مكان حوارهم مع نظيرهم التنزاني. رصدت ملامح الملعب للذكرى والتاريخ قبل الانطلاقة من ركائز الأسود، فيما كان التشاور كلاما من آخرين، بينما اختار البعض الآخر أن ينعزل بنفسه سماعا أمام شباك كل الظن فيها أن تهتز فرحا للمغاربة الذين وضعوا أيديهم على قلوبهم في مواجهة يستهل بها رابع العالم المنافسة الإفريقية. على الجهة الأخرى المنتخب التنزاني يعرف أن مهمته لن تكون سهلة، لكنه اختار الوقوف أمام الأسود. تحركت الكرة وتحركت معها تمريرات حكيم زياش الذي مرر للزلزولي، والأخير يحضر الكرة ليوسف النصيري الذي لم يكن في الموعد. وليد الركراكي رفعت يداه استغرابا لأن ضياع الفرص في إفريقيا يعني الدخول في المتاهات. توقف دوران الكرة لشرب الماء بسبب الرطوبة والحرارة، وهي فرصة لمنح تعليمات أخرى من أصحاب الحرفة. وعند ذكر أصحاب الحرفة نضع زياش في الواجهة بعد أن طبع من مباراته أمام مانشستر يونايتد نسخة أخرى، مرسلا تسديدة مخادعة للحارس مانولا الذي أبعدها بصعوبة، لكن إلى أين؟ إلى قدم الكابيتانو غانم سايس الذي أعلن عن فرحة الأسود الأولى في الكوت ديفوار. في غياب المساحات كان لتمريرات زياش الوقع الكبير، ورأسية يوسف النصيري لم تكن مضبوطة على غير العادة. حكيم زياش لم تسعفه الكرة لتدوين اسمه في سجل الهدفين بعد تدخل الحارس مانولا. أما الزلزولي فاختار التسديد دون التمرير لعز الدين أناحي. مدرب التنزانيين الجزائري عادل عمروش ظل يوجه لاعبيه حتى قبيل نهاية الشوط الأول. لا شيء تغير في الفصل الثاني. يوسف النصيري تلقى تمريرة من الملقب بالنحلة عز الدين أناحي، لكنه لم يستغل الموقف كما يجب. أناحي تسبب كذلك في طرد لاعب المنتخب التنزاني نوفاتوس ميروشي بالبطاقة الحمراء. نقص عددي استغله النحلة الذي اختير رجلا للمباراة ليرسم هدفا يدرس في جامعة الكرة بعد تبادل مع البديل الحزين أمين عدلي. أهداف الأسود لم تقف هنا، لأن صاحب هدف العبور إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر يوسف النصيري أصر على تدوين اسمه في قائمة الهدافين بتوقيع على الثلاثية. أما فرحته فصرفت في بنك الاحتياط بعد اللجوء إلى تقنية الفار. المغرب حقق المهم في انتظار الأهم مستقبلا بانتصار هو الأول للعرب في كأس الكوت ديفوار. السلام عليكم. بون بحال اللي شفتوا الماتش برومي ماتش ديال الجروب ديما ماشي سهل بحال تو لي ماتش اللي بداو. الحمد لله بدينا الاخرين باش جوستومون نفيقوا ونعرفوا ملي هاد الكومبيتيسيون ما غاديش تكون سهله. دخلنا افيك ان بون ايتا ديسبري، فتشنا نمشيو نماركيو رابيدمون، جاونا دي زوكازيون دي سيتوياسيون ضيعنا شويه. في ان كوب بي اريتي ماركينا البوت الاول اللي خلانا جوستومون نتيقوا نبقاو في لو بلان جو ديالنا. ان دوزيام مي طون دخلنا c'était difficile physiquement مع الرطوبه، الدراري كانوا un peu en retrait بالحق. الحمد لله après ils ont eu le petit temps d'adaptation. ملي دخلوا باش يماركوا الثاني، ملي ماركينا الثاني الماتش تبدل، ومع الحمراء عاونتنا حتى هي باش نجيريو هذا لو ماتش، وجرينا جو بونس comme une grande équipe. Je pense que ما عندهمش beaucoup d'occasions, je sais même pas s'ils en ont une nette à part peut-être un coup de pied arrêté. Donc voilà, c'est bien باش ندخلوا في لا كومبيتيسيون، باش نتيقوا، باش نعرفوا شنو كيستنانا. مازال ما درنا والو، بحال اللي قلت اون فايالي ماتش ابري ماتش. دابا سالينا مع هذا الماتش وغنفكروا الماتش ديال الكونغو اللي غيجي. ملي كتشوف الماتش ديالو مع الصاد مع لوميديتي فورسيمون غتخاف من الماتش ديال 14h. D'ailleurs c'est difficile pour les joueurs, je comprends pas comment on peut jouer à cette heure-là pour le tournoi, pour l'image de notre football, mais on va s'adapter, on n'a pas le choix. Mais je suis très content aujourd'hui de l'Aaba, l'Idorlo.
aussi. Voilà, c'est bien. شوف قلنا دابا عام كنوجدوا لعبنا في كوت ديفوار لعبنا في تنزانيا مرة أخرى لعبنا في جنوب أفريقيا درنا دي ماتش باش نتعلموا بهذا الشيء عارفين ملي tu te bats contre l'équipe adverse mais tu te bats aussi contre les conditions climatiques et jouer هيدا خصك تعرف تجيري لي طون فور لي طون فيبل. alors bien sûr ملي كتكون مور التلفازه كتقول علاش ما كيمشوش لعندهم علاش كيخليوهم يتيقوا بالحق حنا عارفين اش كنديروا. Ça va être un tournoi اللي غيتلعب باش دير غيتلعب في لا جيستيون دي طون فور دي طون فيبل ولي شونجمون. الحمد لله اليوم عندنا ان بون شفتوا لو بون اللي دخل لي 5 وشفتوا اللي خلت كتشوف صيبري ما دخل غير شخصن ما دخلش تيسودالي ما دخلش يحيى الله ما كانش بوفال الصباح مريض هذا الصباح وكان راجل جا قال لي ماشي 100% ما نقدرش نبدا. عندنا دي مونيسيون عندي une belle équipe عارفين شنو باغيين. لا روسيت غتكون هي هذه ولا بغينا نمشيو بعيد ولا بغينا نديوها ان شاء الله va falloir rester concentré نتادابطاو نعرفوا نجيريو وليميليتي كنقولها خصنا نحترموا اي فرقه اي ماتش ما غاديش يكون سهل وخصنا نساو دابا هذا الماتش باش نكونسونطراو في الماتش اللي جاي. ce sera un autre scénario ان شاء الله. on est concentré. J'ai dit on est en mission ici, on a un statut, on a attendu دري عارفينها باغين après كتبقى كره donc حنا on a les pieds sur terre كنعرفوا مشينا on a respecté la Tanzanie اليوم. On a accepté de temps en temps de ne pas avoir le ballon, de temps en temps de l'avoir. On a, je pense, bien géré, mais on est à l'abri de rien. On est concentré vraiment. Mais tout ce qui est extérieur, de l'euphorie, de tout ce qu'il y a, je sais que cette équipe, elle génère beaucoup d'espoir في البلاد وبغينا نفرحوهم. Mais la compétition va être très longue, on va avoir besoin de tout le monde. هادشي اللي قلت في الفيستير في الاخر غنحتاجوا اي واحد ان شاء الله. غير ما نكونوش عندنا لي بليسي بزاف تكون عندنا الفرقه كامله اللي شفتوا اليوم. لا ديفونس ملي كتشوف مع امرابات رجعوا له ساتور رجعت الفرقه ديال لا كوب دي موند. الناس ما حطوناش قيمه لعبنا بزاف ديال لي ماتش سون امرابات سون ميليو دو تيران مع وناحي ملي كان اللعابه ومع لو بون دابا on voit une autre équipe on voit l'équipe du mondial mais on n'a rien fait franchement vous me connaissez. انا غادي ماتش après match ان شاء الله. دابا الحمد لله on est content on n'a rien fait on continue à travailler.